كانوا ينزلوا أكل على المظاهرات، سندويش، عصير، كذا. كمان هي الشغلة اكتشفنا فيها قصة إنه بكل سندويشة بالورق الملفوف كانوا يلفوا 500 ورقة مشان المتظاهر ياخذها ينزل يتشجع ينزل. وبالسندويش كان في حب مخدر يطحنوه ويحطوه بقلب السندويش مشان قد ما طولت المظاهرة ما يشعر المتظاهر إنه هو مثلا نازل عم يؤدي غلط طويل ب 500 ورقة. في نوع ثاني كان ينعطى للجان الأمنية مخدرات، حب ينعطى علنا واللجان الأمنية تعرف أنها عمال تاخذ حب. هذا حب المخدر كان يخليهم يقتلوا بشراسة وبهمجية يعني. غير اللي بينطحن مع السندويش مع الكباب، غير تبعوت الكباب، هدول تبعوت الكباب ما عارفانين انه هن عم ياخذوا مخدر يعني. اما هدول المتظاهرين العاديين اللي هن من عموم الشعب يعني. اما اللجان الامنيه لا عارفانين انه هن شغل مخدرات واجرام. بنرحب فيكم اخوتنا المندسين ببرنامج كول وتظاهر. معنا الشيف المندس ابو سطيف الكبابجي. مرحبا ابو سطيف. اهلا وسهلا فيك، ومنرحب بكل مشاهدينا. ووجبتنا اليوم مميزه، طعم مفعول، وبحب اهديها للمحبكجيه والشبيحه واللي ما بيستحوا. خلينا نبدا بالمقادير. بنجيب في رغيف خبز مهرب من سلميه، سيخ كباب عيار 9 ميلي، حبوب هلوسه واللزي منه، هي التون عشان الحبوب الهلوسه، 500 شيت ابو زياد، والورق عشان نلف فيه السندويشه. طيب راح نبدا بطريقه التحضير. اول شيء بنجيب الخبزه، بنبدا بسيخ الكباب. طبعا لازم يكون سيخ الكباب ناشف خالي من الدهون عشان ما يشرشر ويلوث ال 500. نحطه بالسندويشه. بنجيب حبوب الهلوسه ومندقها. طبعا حبوب الهلوسه بتجي بطعمات، ونحن بنختار طعم الباربيكيو اليوم اخترناه لانه مع اللحم الكباب اليوم. بندقه شوي. بنرشهم بالسندويشه بهالطريقه. طبعا نحن بنرشهم بطريقه ما تبين مشان المتظاهر ما يحس فيها. بنلف السندويشه، بنلفها شوي باحكام مشان ما البودره الماده تبعت الحبه ما تنزل باحكام شوي. مزبوط. طبعا ما بدنا ننسى نلف ال 500 شيت ابو زياد. بنلف ال 500، واخر شيء بنلف الورقه مشان ما حد ينتبه على 500. اذا في حدا قاعد مندس بيناتنا ما ينتبهوا، مش بس شبابنا بيعرفوا بهالشيء. وهلا السندويشه صارت جاهزه، بنقدمها نحن للمتظاهر بصحه وعافيه. طبعا اعزائنا المشاهدين، اذا بدكم تعرفوا قديش هي السندويشه طيبه وفعاله، بامكانكم تسالوا نص مليون حموي كانوا ينزلوا يتظاهروا كرمال هالسندويشه. فعلا اللي استحوا ماتوا. شكرا لكم.